جرى ايه يا سي صلاح؟ جرى ايه يا سي صلاح؟ هو كل ماتش للمنتخب هنتعادل كده؟ طب ماتش موزمبيق وقلنا ماشي كان جس نبض. طب والماتش بتاع غانا ده لسه برضه بتجسوا النبض؟ يا عم اقعد بس، بلا جس نبض بلا جس زفت. دي حاجة تقرف. هي دي كورة ولا هو ده منتخب مصر؟ فين ايامك يا تريكة يلا كنت سند ظهري في المنتخب؟ طب ما محمد النني موجود وبيسند ظهرك برضه في نص الملعب، وبعدين ده بيلعب معاك في نفس الدوري الانجليزي وفي فرقة تقيلة اللي هي الارسنال. يا عم نن مين بس؟ هو فاضي من شعره؟ طول الليل بيقعد يفتل ويسرح فيه، وفي الملعب اصلا مش بيبقى شايف منه. وبعدين انا مش عارف ازاي النن ده خدوه في الارسنال. يا سي صلاح ارسنال ليه بس؟ انت قول ازاي خدوه في المجاولين. المهم انت دلوقتي ايه ظروف الاصابه اللي جات لك في الماتش بتاع غانا؟ تقيله ولا خفيفه؟ ايه تقيلة وخفيفة ده؟ هو انا داخل الحمام؟ وبعدين مفيش اصابة ولا حاجة. ده انا زهقت شوية من الماتش بتاع غانا ده، فعملت نفسي متصاب. مش ناقصة قرف هي العملية. طب ليه بس كده يا سي صلاح؟ طب حتى كنت كملت الشوط الاول. ده حتى يورجن كلوب طلع في تصريح وخبص عليك وقال انه اتكلم معاك وانت قلت له انك ما عندكش اصابه ولا حاجه. ماشي يا كلوب الكلب. ده انا قلت له ما يقولش لحد خالص. وبعدين ده هو اللي قال لي اعمل نفسك متصاب عشان ترجع تلعب في ليفربول. بس الصراحه يا سي صلاح انت اول ما طلعت من الماتش بتاع غانا ده اللاعيبه كلت نفسها في الملعب والاداء اتغير زي ما يكونوا كانوا متكتفين. يا ابني ما انا اللي قايل لهم يعملوا كده. قلت لهم موتوا نفسكم في الملعب. وطول الماتش وانا واقف على الخط وعمال بزعق فيهم علشان يلعبوا. ربنا يبارك لك يا سي صلاح، بس هما بيقولوا ان الاشاعه اللي انت عملتها دي بتقول انك هتغيب من 10 ل 15 يوم ومش هتلحق الماتش بتاع الراس الاخضر. يا عم راس اخضر ايه واحمر ايه بس؟ هي دي منتخبات؟ ده احنا هنفوز عليهم بالميت كده 3-4-0. وبعدين ده اسمها الراس الاخضر، يعني لسه ما استوتش. على رايك يا سي صلاح، بس يا رب ما نتعادلش تاني معاهم ويبقوا 3 تعادلات ورا بعض ونروح بدري بدري من البطوله الفجريه دي. يا عم سيبها على الله. ده احنا لو وصلنا الربع النهائي ده يبقى احنا كده عملنا احسن انجاز في التاريخ.